السلام عليكم الإخوان والأخوات. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الظروف إن شاء الله. اليوم جيت نعطي الرأي ديالي في إلغاء شعيرة عيد الأضحى هذا العام 2025. الصراحة القرار ديال الإلغاء ديال الأضحية ديال العيد 2025 أحسن قرار عملته الدولة المغربية، وأنا كيبان لي هذا أحسن قرار، حيتاش ميمكنش الحولي فيه 15 كيلو يساوي 5000 درهم 6000 درهم، يعني بزاف. وعاد اي حاجه غاليه، يعني جميع المواد الغذائيه ولا شي حاجه اللي ضروريه الانسان ما كيقدرش يشريها، يعني اللهم ان هذا منكر. وهذا القرار زعما كنشوف انا كنتفرج فيديوز، كنشوف اغلبيه الناس فرحانين، يعني كلشي فرحان تبارك الله ملي سمعوا الغاء العيد الاضحى هذا العام 2025. وقبل مي يكون الالغاء كنت كنتفرج فيديوز، يعني كنشوف التعاليق اغلبيه 90% د الناس خصهم يكون شي العيد، زعما فحال اللي خدام موظف، فحال اللي خدام عادي، فحال اللي جالس، يعني كلشي ما كيقدرش. يعني اغلبيه الناس كانوا كيتسلفوا، وكل ها اللي كيسلف ها اللي كيبيع الحوايج ديالو باش يعيد. زعما الصراحه بزاف بزاف. والدين الاسلامي ديالنا اخوتي ما كيكلفش عليك شي حاجه صعيبه اللي ما تقدرش تدعم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني ربي ما يكلفش عليك شي حاجات اللي ما تقدرش عليها، فهمتي؟ يعني الدين الاسلام الحمد لله الدين رحمه بالعباد، ماشي كيكلف العذاب للعباد. وكاين واحد الايه اخرى خوتي عاود كيقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني الدين الاسلامي ما يحرجكش قدام الناس ولا يعذبك ولا يحشمك، ولا يعني الدين الاسلام كيسهل على المسلم الحياة، ماشي كيصعب عليها. ونتمنى يعجبكم الرأي ديالي، واللي عنده شي رأي يكتبوا لنا في التعاليق. وشكرا بزاف اخوتي.